أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة ومختلفة تماما في عالم الذكاء الاصطناعي. نوع مش بس بيرد على أسئلتنا، لأ ده بيقدر ينفذ مشاريع كاملة لوحده. دي نقلة كبيرة جدا في المجال ومهم قوي نفهمها كويس. تخيل معايا كده اللحظة، بدل ما تقعد تدي للذكاء الاصطناعي أوامر خطوة بخطوة، أنت بس بتقوله على الهدف النهائي وهو بقى اللي بيتولى كل حاجة: التخطيط، التنفيذ، وحتى إنه يراجع على شغله. ده بالظبط العالم اللي بتفتحه قدامنا ال AI agents. طيب عشان ما نتهش من بعض، دي الخريطة اللي هنمشي عليها. الأول هنعرف ليه الايجنتس دي مهمة قوي، بعدين هنفهم ايه هو مانوس ده وبيشتغل ازاي من جوه، وهنشوف تطبيقاته العملية، وفي الآخر خالص هنلخص كل ده ونشوف الخطوة الجاية ممكن تكون ايه. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول. ليه فجأة كل الناس بتتكلم عن ال AI agents؟ وإيه اللي يخلي المفهوم ده نقلة حقيقية في المجال بتاعنا؟ بص، أدوات الذكاء الاصطناعي اللي بنستخدمها كلنا دلوقتي، على قد ما هي قوية، بس هي عاملة زي المساعد الشاطر في الآخر المستخدم هو اللي لسه المدير، هو العقل اللي بيفكر ويخطط ويقول له يعمل إيه خطوة بخطوة. وهنا بقى بيجي دور الحل. في الجزء ده هنتعرف على مانوس، والمهم نفهم إن مانوس ده مش مجرد شات بوت جديد وخلاص، لا، ده نظام متكامل بيفكر بطريقة مختلفة تماما. مانوس هو اللي بنسميه AI Agent Platform. ببساطة شديدة، انت بتديله هدف نهائي مش أوامر تفصيلية، وهو بقى اللي بيتولى كل حاجة: التفكير، التخطيط، التنفيذ، وحتى لو قابلته مشكلة بيصلح مساره بنفسه، كل ده بشكل مستقل تماما. الفرق الجوهري هنا واضح قوي. مع أدوات زي شات جي بي تي العلاقة هي سؤال وجواب، أنت العقل والموديل هو المساعد. لكن مع مالس الأدوار بتتقلب، أنت بتديله الهدف ومالس هو اللي بيبقى العقل المفكر اللي بينفذ كل حاجة، ودورك أنت بيبقى المدير اللي بيتابع من بعيد. أو عشان نبسطها أكتر بالتشبيه ده، فكروا فيها كأن شات جي بي تي ده موظف واحد شاطر بنطلب منه مهام، لكن مانوس ده فريق عمل كامل ومتكامل بيشتغل لوحده من غير ما يحتاج توجيه مستمر. تمام، الصورة العامة كده وضحت. دلوقتي بقى تعالوا ندخل في الجزء الأهم ونشوف إزاي السيستم ده بيشتغل من جوه. الفكرة كلها قايمة على 4 ركائز أساسية. الأربع مكونات دي هي قلب النظام. أولاً، هو نظام موجه بالهدف مش بالأوامر. ثانياً، عنده محرك تخطيط ذكي. ثالثاً، بيعرف يستخدم أدوات حقيقية. ورابعاً، ودي الأهم، هو نظام متعدد العملاء. خلينا نمسك كل واحدة ونفهمها. أول ركيزة هي إنه نظام موجه بالهدف. يعني إيه؟ يعني مش بتقول له افعل الخطوة 1 وبعدين 2 وبعدين 3، لأ، أنت بتحدد الهدف النهائي على طول، زي مثلا حل الملفات السيرة الذاتية دي وحدد أفضل المرشحين، وهو بقى اللي بيقسم المهمة دي لخطوات وينفذها. تاني حاجة محرك التخطيط، وده يعتبر العقل بتاعه. زي أي مهندس شاطر قبل ما يبدأ شغل بيحط خطة عمل واضحة، والأذكى من كده إنه لو في خطوة فشلت أو واجهته مشكلة مش بيقف ويطلب تدخل، لأ، بيرجع يقيم الوضع ويعدل الخطة عشان يوصل للهدف. النقطة الثالثة ودي اللي بتخليه عملي جدا هي استخدام الأدوات. مانوس مش مجرد كلام ونصوص، ده بيستخدم أدوات حقيقية، يعني يقدر يكتب وينفذ كود بايثون أو يدخل على الملفات اللي على الجهاز، يعمل بحث على جوجل ويتعامل مع قواعد البيانات والاي بي ايز. دي تعتبر الإيدين اللي بينفذ بيها الشغل. ونيجي هنا لأقوى نقطة على الإطلاق، الركيزة الرابعة. مانوس مش بيشتغل كنموذج ذكاء اصطناعي واحد لوحده، لأ، ده بيقسم نفسه لفريق عمل متكامل. بيبقى فيه ايجنت متخصص في التخطيط، وواحد تاني للتنفيذ، وتالت لمراجعة النتائج. يعني فعلا فريق عمل مستقل. كده فهمنا آلية العمل. نيجي بقى للسؤال المهم في الجزء الرابع: مين بيستخدم التكنولوجيا دي وفين؟ خلينا نشوف تطبيقاتها على أرض الواقع عشان الصورة توضح أكتر. المقارنة دي بتوضح مكانة مانوس في السوق دلوقتي. شات جي بي تي دوره معروف للإجابات والشرح. أوتو جي بي تي كانت تجارب أولية في عالم الإيجنتس. أما ديفن فده ايجنت قوي جدا بس متخصص في هندسة البرمجيات بس. لكن مانوس يعتبر ايجنت عام ومستقل، يعني أشمل وينفع لمجالات كتير. طيب عملياً ممكن استخدمه في إيه؟ بالنسبة لمهندسين الذكاء الاصطناعي، بيقدر يعمل أتمتة للتجارب وتقييم المودلز. للطلبة بيسرع جدا عملية البحث وكتابة التقارير. وبالنسبة للشركات ممكن يعتمدوا عليه في أبحاث السوق، تحليل المنافسين، وأتمتة عمليات كاملة. بكده نكون غطينا الموضوع من أغلب جوانبه. خلينا ندخل على آخر جزء نلخص فيه أهم النقط ونشوف إيه الخطوة الجاية اللي ممكن نعملها. لو هنختصر كل الشرح اللي فات ده في معادلة واحدة بسيطة، هتبقى هي دي: مانوس هو قدرات شات جي بي تي زائد القدرة على استخدام أدوات حقيقية زائد القدرة على التخطيط زائد الاستقلالية الكاملة في التنفيذ. ودي أهم 4 نقط محتاجين نطلع بيهم. أولاً، مانوس منصة متكاملة مش مجرد موديل لغوي.
ثانياً بيشتغل على أهداف نهائية مش خطوات. ثالثاً بيستخدم أدوات حقيقية. ورابعاً بيشتغل كفريق متكامل. وهنا بيجي سؤال مهم دايماً، هل التكنولوجيا دي هتقضي على الوظائف؟ والإجابة ببساطة هي لأ. هي مش جاية تستبدل الناس اللي فاهمة، هي جاية تمكن وتدي قوة أكبر للي بيعرف إزاي يوظفها صح عشان ينجز شغل أكتر وأفضل في وقت أقل. لو الموضوع ده أثار فضول أي حد لمعرفة المزيد عن العالم ده، فدي بعض المواضيع اللي ممكن تتعمقوا فيها، فهم نماذج اللغة الكبيرة أو ال LLMs، تقنيات زي ال Embeddings وال Vector Databases، مفهوم الراج، وإزاي تبنوا AI Pipelines. كل دي هي اللبنات الأساسية لأنظمة قوية زي مانوس. شكرا للمتابعة.